الصحافة المغربية تدعي أن الوزير الأول المتواجد بالسجن عبد الملك سلال اعترف أمام المحكمة أن الدولة الجزائرية صرفت مليار دولار من أجل تحطيم مشروع أورونو المغرب، يعني فتح مشروع أورونو في الجزائر مقابل تحطيم مشروع أورونو في المغرب. إذا كان هذا الخبر صحيح، أنا أقول يؤسفني ويحزنني أن تنجح المغرب في تحقيق المشروع وتفشل الجزائر في تحقيق هذا المشروع للأسف الشديد. وها نحن نعيد الكرة بعد سجن عبد الملك سلال، يأتي الوزير علي عون ليفتح مصنع فيات اللي هو مصنع تابع لبيجو الفرنسية، لأن شركة فيات مثل ما خبرتكم اشترتها شركة بيجو بعد ما صرفنا مليار دولار على أورونو اللي راحت في كيل الزيت ما كان والو وخسرنا المشروع. ها نحن نستثمر ممكن مليار دولار آخر أو أقل أو زيادة لا أدري كم من أجل مشروع بيجو فيات، وللأسف الشديد لن ننجح. أقول لن ننجح، أقولها للأسف الشديد لن ننجح. لماذا؟ أولا مشروع فيات هذايا عندنا 10% صناعة جزائرية. كي نقولوا صناعة جزائرية فيها لي باتري متزاير، فيها لي كابل تاع الكابل تاع التريسيتي وكذا كذا وبعض الأمور البسيطة، يعني هي صناعة جزائرية 100%، اللي هي 10% جزائرية و10% إيطالية فرنسية، تأتي من إيطاليا لكن هي فرنسية تبع البيجو، مازال المصنع في إيطاليا ما بين فرنسا وإيطاليا، يعني مصنع أوروبي. 10% اللي هي التكنولوجيا الحديثة، الانفورماتيك كذا داخل السيارة، أمور هذه وأمور دقيقة جدا تمثل 10%. لكن 80% من صناعة سيارات فيات بيجو الفرنسية تأتي من المغرب. 80% تأتي من المغرب. شكون يستوردها؟ استوردها فيات. احنا قاطعين العلاقات مع المغرب،